بص بقى ساديو ماني الراجل الدكر بيعمل ايه. اهلا بيكم وحلقه جديده من بودكاست بين الخطوط. انا عندي سؤال مهم جدا، هو احنا ليه لازم مع كل هزيمه لازم ندور على ضحيه عشان تكتر سكاكينها؟ يعني ليه ما ينفعش ندور على اسباب الهزيمه بس لازم نشيل الهزيمه لشخص؟ ليه؟ عادتنا ولا نشتريها ومش هنتغير يعني هنفضل كده باستمرار. ليه؟ لان طول ما احنا ما بناخدش بالاسباب عموما. فاحنا ايه الاسباب؟ فاحنا الاسباب بالنسبه لنا بنبص تحت رجلينا. الاسباب بالنسبه لنا يا اما حسام حسن يا اما فلان سين صاد حد من اللعيبه، لكن ما تبصش بقى للصوره الكامله كلها يعني. لا احنا القماشه الموجوده يعني مش عايز من غير بس انتقاص للعيبه ولا حاجه. اللعيبه كانوا رجاله ودهم 150 و200% من اللي عندهم، لكن القماشه اللي عندنا ما توصلناش للمرحله اللي احنا فيها دي اصلا، سيمي فاينل. دي حقيقه. فيعني الحمد لله ان احنا وصلنا للسيمي فاينل اصلا. بحس ان سبحان الله يعني ربنا كان يعني عشان خاطر كان في الشرط اللي موجود في عهد الكابتن حسام، شرط وصول للسيمي فاينل ان هو يكمل كاس عالم. فربنا عوضه، انت هتوصل سيمي فاينل، لكن المسؤولين الموجودين دول ما يستاهلوش ان هم ياخدوا بطوله، لان لو كنا خدنا بطوله كان هيترمخ على العك الموجود ده كله. احنا نجحنا اخيرا فهنكمل مدتنا بقى بالظبط عادي وهنكمل هنكمل زي ما احنا وبنفس الاداء وبنفس السيستم وبنفس كل حاجه. فطبيعي ما فيش محدش هيشتغل، ما فيش حد يعمل حاجه يعني. قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل يجيب ربنا الحمد لله مبسوط يعني عادي. انا اقول لي طيب انا بس ما عجبنيش امبارح بعد الماتش انه فجاه كده نفس اللي حصل في مباراه كوت ديفوار. ولو تفتكر في البودكاست اللي فات كنت قلت لك ماتش كوت ديفوار لو كنا اتغلبنا كان الكلام اللي بيتقال ده كله هيتغير 180 درجه. حصل. لاننا ما بنبصش على التفاصيل، احنا بنبص في الاخر على ايه؟ احنا كسبنا يبقى احنا كويسين جدا جدا بالظبط. طب احنا خسرنا، صلاح لازم يعتزل، حسام حسن لازم يموت. دي حقيقه. طب تعالى بقى نتكلم في الحته الفنيه. هو احنا كنا كويسين امبارح دفاعيا؟ طيب هو الاول بس احنا انت شايف الفرق ما بين امبارح وما بين كوت ديفوار دفاعيا كان في فرق ما بينهم؟ بص، هو الفرق الجوهري في مباراه كوت ديفوار والسنغال هو ان احنا في مباراه كوت ديفوار لعبنا 100% في كل حاجه، 100% هجوميا و100% دفاعيا. ده كوت ديفوار. انما في مباراه السنغال احنا لعبنا 100% دفاعيا و0% هجوميا. دي كل القصه. طيب ليه لعبنا 0% دفاع هجوميا؟ بص ليه لعبنا 0% هجوميا. اولا في جمله كده انا دايما بقولها بقول لك احنا مش بنلعب اقماع. يعني ايه؟ يعني احنا بنلعب فرقه وفرقه كبيره طبعا. كواليتي عالي، سواء كان مدربهم او ال11 لعيب بالتغييرات. اول حاجه منتخب السنغال اريك ذاكر ماتش كويس جدا مع كوت ديفوار، عارف ازاي انت قفلت على مفاتيحه. فعمل حركه في منتهى الذكاء. ايه هي؟ ان هو كان جريء رغم ان هو خايف من تحولاتك. هو كان طول الوقت زائق الباكين بتوعه ومطيرهم. فمعنى ان انت بتزق الباكين، فانت بتزق خطوطك 5-6 متر لقدام. ده معناه ايه؟ انك هتجبر منتخب مصر انه بدل ما كان محدد منطقه افتكاكه في مباراه كوت ديفوار وسط الملعب، لا هيضطر يخلي منطقه الافتكاك دي ترجع ورا شويه. فبقينا بنلعب دفاع منخفض مش ميديم بلوك، بقينا بنلعب لو بلوك. فلو بلوك دي معناها ايه؟ ان انت في كل التحولات انت هتجري مع كله. لسه قدامك شويه وقت كتير تتحرك فين في الملعب. بالظبط. مع ان انت اصلا ما عندكش عناصر هجوميه كتير في الفرقه. عندك هنا محمد هاني وعندك فتوح ملتزمين دفاعيا، عندك مروان وحمدي ملتزمين دفاعيا. فبالتالي كان في كل الحالات الهجوميه صلاح مرموش وبينضم لهم امام عاشور على فترات. فانت بتتكلم في مساحه جري كبيره، ففقدت ميزتك في التحولات الهجوميه. هي دي كل الفكره ببساطه شديده، مش عشان انت حسام حسن فاشل ولا عشان صلاح لا يستحق ولا الكلام الفاضي اللي احنا بنقوله ده. كان ممكن تتعالج في الماتش. هي كانت ممكن جدا تتعالج في الماتش. يعني انا هديك مثال بسيط جدا. كابتن حسام عالجه برضو حاجه هو مش قاصد يعالجه، اصابه فتوح. فانت نزلت تريزيجيه. معنى نزول تريزيجيه ان انت هتدي حريه اكتر في الناحيه الشمال بجوده اعلى. انت كنت ممكن تعمل نفس السلاح اللي بتعمله في الشوط الاول بس على الناحيه الثانيه. ايه هو السلاح؟ منتخب مصر هجوميا كان بيتحول ل 4-2-3-1 برغم ان على الورق 5-3-2. ازاي؟ ان ياسر ابراهيم كان بيتحول باك يمين عشان محمد هاني يتحول كوينج. تمام. ليه؟ عشان الثغره اللي اتكلمنا عنها وهي المساحه ما بين الباك وساديو ماني. دايما دي مساحه لان ساديو ماني ما بيرجعش دفاعيا. فبالتالي بيتحول ياسر ابراهيم كباك يمين، فتوح زي ما هو ثابت باك شمال، قلبين دفاع رامي وحسام عبد المجيد، قدامهم مروان وحمدي فتحي بيقفلوا عمق الملعب. محمد هاني بيتحول كوينج،
صلاح بيخش ك10، مرموش مهاجم، وامام عاشور بيتحول احيانا ك10 تاني او بيخش على الطرف على حسب سير اللعبه. بنجمع اللعب في الناحيه الشمال عشان تبدا تتعكس لمحمد هاني في اليمين. بس محمد هاني في الواحد ضد واحد، ودي كنا اتكلمنا عنها لو تفتكر واحنا في عز البطوله لما كلمتك وقلت لك في مباراه بنين وقبلها مباراه انجولا وقبلها مباراه جنوب افريقيا ان منتخب مصر هجوميا بيعتمد على 2 وينج باكس، الاثنين دفاعيين مش هيدوك واحد ضد واحد. انما في الشوط الثاني انت نزلت تريزيجيه لو حطيته واحد ضد واحد، حطيته في مساحه هيشتغل كويس جدا. فانت كنت محتاج تعكس، تخلي محمد هاني هو اللي يثبت هجوميا عشان دفاعيا عشان ساديو ماني، وتخلي الناحيه الثانيه تريزيجيه يبدا ينطلق في المساحات العكسيه. بس انت ما عملتش كده، فدي تؤخذ على كابتن حسام حسن. الحاجه الثانيه ان انت كنت ممكن برضو ببساطه ترجع حمدي فتحي في القلب وتنزل زيزو جنب مروان عطيه عشان يبدا يديك هجوميا، وكده كده الورك ريت بتاعه عالي فبرضه هيديك دفاعيا بشكل كويس. هي دي كل الفكره. طيب العناصر اللي اعتمد عليها كابتن حسام من بدايه المباراه، في ناس تقول ان كان ممكن ان احنا يعني على الاقل بحكم الماتش كوت ديفوار الضغط البدني والنفسي اللي كان على اللعيبه في الماتش كوت ديفوار، في ناس تقول ان كان يعني يحبذ ان انت مثلا تضخ دماء جديده في بدايه التشكيل سواء في نص الملعب او في الخط الامامي، مصطفى محمد تحديدا يعني حد كمان في قلب الملعب زي مهند لاشين شحاته واحد منهم، انه يكون مع واحد من الاثنين الموجودين في قلب الملعب. انت شايف الدنيا دي كويسه ولا وحشه؟ بص هقول لك حاجه، هو احنا دايما كده، احنا لما كسبنا في ماتش كوت ديفوار ما حدش اتكلم عن اي حاجه خالص، ولا استحواذ ولا غيره ولا حسام حسن عمل وسوى، احنا كسبنا يا جماعه احنا جامدين. انما عشان اتغلبنا امبارح فبتبدا بقى كل الناس تقول لك احنا المفروض كنا نعمل، المفروض هو مفيش حاجه اسمها المفروض في الكوره، هي في حاجه اسمها ان كابتن حسام حسن بدا صح جدا، الفكره صح جدا. هديك حاجه دفاعيه، احنا كنا بنعمل نفس الشغل تقريبا اللي بنعمله في كوت ديفوار، بس في تريكايه صغيره هتكلم فيها عن محمد صلاح اللي مش عاجب الناس، اللي شايلوه امبارح الهزيمه. دور محمد صلاح امبارح ما حدش كان واخد باله منه خالص. انت رقصت، انت جبت جوال يبقى انت فاشل، لا هو عمل خدعه تكتيكيه دفاعيه كانت روعه. ايه هي دلوقتي؟ مين اخطر واهم سلاح في السنغال وانت مغمض؟ ساديو ماني. بالظبط. انا عايز اعزل ساديو ماني، اعزله ما بين ياسر ومحمد هاني. معنى ان انا اعزله بين الاثنين ان انا دايما مثبت محمد هاني كوينج باك ناحيه اليمين، ماشي صح، وياسر ابراهيم كده بيرحل مع هاني، فالاثنين طول الوقت حاطين ساديو ماني في النص. طيب معنى ان محمد هاني يبقى كده، يبقى ما ينفعش يطلع على الباك زي ما كان بيحصل في مباراه كوت ديفوار ماشي ولا قبلها جنوب افريقيا، مش الماتشين يعني. فمحمد صلاح كان بيعمل ايه؟ هو كان طول الوقت بيضغط او بيقفل على نياكاتيه اللي هو قلب الدفاع ناحيه الشمال، بس مش بيضغط. انا ليه هضغط؟ انا هوجه الضغط. كان بيوجه الضغط بمعنى ايه؟ انه كان بيجبر دايما اي حاجه بتروح لنياكاتيه انه يدخلها في قلب الملعب او على الطرف الشمال. الكره ما تروحش لساديو ماني، مش فكره ما تروحش لساديو ماني، ما تروحش للباك الشمال في المساحه اللي في ظهر صلاح، عشان ما يضطرش محمد هاني يطلع من مساحته يقابل الباك فيتحط دايما ساديو ماني في موقف واحد ضد واحد. فدي كانت التركيه اللي كان بيعتمد عليها كابتن حسام، دي التركيه اللي كان بيعملها كابتن حسام حسن مع محمد صلاح في كل الماتشات. انت دايما لو تاخد بالك وكنا بنتكلم في النقطه دي، دايما صلاح ومرموش بيوجهوا الضغط فين عشان يجبروا المنافس يخرج على الاطراف. لا المره دي العكس. فهل ده مش شغل تكتيكي هايل من كابتن حسام حسن؟ فانت نجحت دفاعيا 100%. خلي بالك انا قلت 0% هجوميا، يعني انا مش بطبل ولا اجنده زي ما بعض الناس بتقول، انا بقول لك 0% هجوميا. لو في اكتر من الصفر كمان هقولها. احنا بس كنا الاسباب، بس ليه اسباب، بس برضو انت لازم عندك لعيب زي محمد صلاح ومرموش وامام عاشور، عندك كواليتي كويس، فكنت عندك برضو لو في امكانيه جرأه ولو بنسبه بسيطه. شايف ان كابتن حسام بالغ قوي في التحفظ؟ طبعا هو اولا انت بالغت قوي في التحفظ عشان السلاح اللي انا قلت لك عليه بتاع الباكين. الحاجه الثانيه ان انت بتاخد الكوره او يعني بتفتك الكوره من السنغال بتقوم مديها لهم، ففي النهايه انت هتتحول ازاي؟ هنا بقى كابتن حسام حسن كان المفروض انه يبدا بكنترول الحته دي. اوقات كتيره كان امام عاشور بيسقط لتحت، ودي كانت بتحصل كتير جدا، كان يسقط لتحت يستلم، بس امام عاشور كان بيستلم عامل ايه؟ هدي لمين؟
كان بيجري يعني، كان مروان- بيجري بالكرة مروان وقت كان طويل. بيجري بالكرة كتير، بس هو بيجري بالكرة كتير مش عشان هو اللي غلطان، لا مفيش حد، ما عندوش حلول. مفيش. هدي المروان اللي متراقب ولا حمدي اللي متراقب في عمق الملعب، ولا هرجعها ورا؟ طب انا مم. اصلا دوري ان انا انزل استلم الكرة واطلعها مش لقدام، هطلع قدام بالظبط. او مرجعها ورا. فهبدا استلم، مين بيتحرك؟ صلاح ومرموش مم. بس. فصلاح يستلم وسط 3 لعيبه يفقد الكوره. بص بقى ساديو ماني الراجل الدكر بيعمل ايه؟ ما طبيعي يا جماعه، ما هو الدكر ده حواليه 3 4 لعيبه بيشتغلوا. مم. طب انا هقول لك سلاح هجومي للسنغال. السنغال بيشتغل على الاطراف، بيعمل جبهات ثلاثيه. مم. بيحصل ايه؟ وبالمناسبه دي برضو كابتن حسام حسن عامل حساب مم. وعمل سلاح مهم جدا، وانت هتجمع معايا لما اقولها لك. ماشي. دلوقتي الطرف اليمين بتاع السنغال اللي هو شمالنا، الباك بيبدا يسحب فتوح عشان فتوح يروح له، فندياي اللي هو الوينج بيبدا ياخد رامي ربيعه ويتطرف بيه على الناحيه الشمال، اللي هي عمليه الترحيل اللي منتخب مصر بيعملها اصلا. عشان يحصل ايه؟ تتخلق مساحه ما بين رامي ربيعه وحسام عبد المجيد. بيبدا بابي جاي او ادريسا جانا جاي او حد من وسط الملعب عموما بيبدا يقطع في المساحه دي، في القلب، في الهاف سبيس. فلما حد كان بيقطع في الهاف سبيس كان حمدي فتحي بيروح معاه. معنى حمدي فتحي يروح معاه دي ايه؟ ان عمق الملعب، نص الملعب فاضي. برافو عليك، عمق الملعب بيفضى. فمين هنا اللي كان بيسقط؟ ماني. لا، امال نيكولاس جاكسون اللي هو المهاجم. ماشي. فكان مين اللي على طول لازق فيه ظله؟ حسام عبد المجيد. احسن لاعب في الجيم امبارح في رايي، لانه نفذ ادواره بالملي. مان تو مان على طول، حاطط كل مره. على فكره الكاميرا كانت بتيجي على كابتن حسام حسن وهو بيكلم حسام عبد المجيد، كان يعمل له كده، حطه في صدرك، ما تسيبوش، خليه دايما في صدرك عشان ما يهربش منك، لان لو نزل استلم في القلب شكرا. فهنا بقى كابتن حسام حسن مدرب جريء. في مباراه زيمبابوي لما انت كنت حاسس ان الجيم بيفرط منك، طلعت امام ونزلت مصطفى. يعني انت ما عندكش مشكله انك في 30 دقيقه تغير. انت كان لازم بقى لما لقيت كده منتخب السنغال بدا يزق، كان لازم تغير واحد من وسط الملعب. يعني بشوف يعني ما اعرفش، ممكن يكون خاف انه مثلا هم يسحبونا نص ملعبنا، نص ملعبهم، وهم ما شاء الله على سرعتهم يعني، فيلعبوا الكرة من ورا المدافعين ويعتمدوا على السرعات. فبحس ان هو كان برضو هو عاوز، كان ممكن ياخد الجرأة دي في اخر 10 دقايق لو الامور برضو، او ربع ساعة لو الامور برضو كانت فضلت ماشيه في 0-0. يعني اعتقد ان هو كان هياخد القرار يعني. لكن هو طبعا القرار يعني جاله بقى غصب عنه ان هو يبتدي يتحرك لما الهدف دخل فينا. بس بشوف ان والله مش عايز اقسى على اللعيبه، لكن دي الكواليتي، يعني ده الكواليتي اللي عندنا. ما فيش عندنا تشافي، ما فيش عندنا تشافي، ما فيش عندنا انيستا، مع احترام لكل الناس والله مجهوداتهم والله. بس يعني انت بتعتمد على امام عاشور وامام 40% 30-40% من القوه، من قوته. فلك ان تتخيل منتخب مصر يعني واقف على لاعب يقدر يطلعك عشان يشغل صلاح ومرموش، عشان يشغل صلاح ومرموش. بس انت قلت كلمه حلوه قوي، كواليتي. طبعا هي دي بقى يا جماعه اللي احنا لازم ندركها. هتيجي تقول لي اصل صلاح وتقارن لي صلاح بساديو ماني ويحط لك الصورتين جنب بعض ويقول لك ده ذكر وده كلام مش عارف ايه وده لازم يعتزل. انت لازم شوف السياق اللي ساديو ماني بيتحط فيه واللي صلاح بيتحط فيه بالظبط. هل ساديو ماني شايل الفرقه كلها على كتافه وكلهم قاعدين عاملين كده وهو اللي شايل وزي بيجروا ورا الكوره خلاص وفاهم؟ هم اولا انت عندك من اول مندي لحد جاكسون كلهم كواليتي عالي جدا. الباكين بيزودوا هجوميا مع ندياي وساديو ماني فبيخلوهم خطيرين هجوميا. جاكسون حتى الناس كلها بتقول لك ده لعيب عادي ومش عادي، بس في السنغال بيطلع نار. ليه؟ عشان بص الاسلحه اللي حواليه. انما محمد صلاح معلش يا جماعه، والله يا جماعه قلناها 100,000 مره، هو مش هينزل لمنطقه جزائه ويرقص الفرقه كلها ويروح يجيب جول ويقول لك خلاص انا البطل اهو. الكلام ده يا جماعه مش في الكوره. في كابتن ماجد يعني كابتن ماجد كان بيعمل الكلام ده، بيجري في ال3 حلقات عشان يجيب جول. لا محمد صلاح ما عندوش ال3 حلقات دي، ما فيش وقت لكده. لازم هي مراحل. لازم قلبين دفاع او لو بتلعب ب3 قلوب دفاع لازم على الاقل يبقى فيهم 1 أو 2 بيعرفوا يخرجوا بالكوره. لازم الباكين يكونوا او الوينج باكس بتوعك يكونوا شرسين هجوميا. انما انت لا هاني ولا فتوح ولا محمد حمدي حتى عندهم الجرأة الهجوميه ان هم يخشوا في 1 ضد 1 وفي مساحات كبيره زي دي. فانت لازم تشوف السياق. ما عندكش غير امام اللعيب الوحيد اللي هيشغل مرموش وصلاح
فلما جات له وإمام مساحه كمان مش مش فت، بدنيا بالظبط، مش فت. جات له مساحه امبارح مرر كوره على طول لمرموش مرموش اللي حطها كوبري مع كاليدو كوليبالي. احنا محتاجين ان احنا نحط كل حاجه في سياقها. انت كنت امبارح متحفظ هجوميا جدا، متحفظ دفاعيا جدا، بسبب انه برضو منتخب السنغال عمل عليك تركه. عشان كده انا بقول لك يا منعم، انت كنت ضروري جدا بعد التركه دي، حتى لو يا سيدي في بدايه الشوط الثاني نزل زيزو مكان هاني، او نزل زيزو في عمق الملعب، لعيب الورك ريت بتاعه عالي، هيطلعك مع امام عاشور ومع صلاح ومرموش، فهتملى 4 ممرات، فهتبقى شكلك هجومي اخطر شويه. شوف احنا بنتكلم على، يعني والله برضو انا مش بنتقص من حد، يعني برضو بتكلم كوره وامكانيات لعيبه لكن شوف احنا النهارده يعني بنستنى مين ينزل يعني بالكواليتي بتاعه ايه عشان ينزل يعمل الفرق ازاي. بالظبط. فيا جماعه احنا بنتكلم في امكانيات لعيبه شكلها عامل ازاي، وقدراتهم البدنيه كمان عامله ازاي، قدراتهم الفنيه عامله ازاي. ف لا احنا متاخرين انت جدا. ما عندكش حتى عمق سكواد. يعني انت متأخرين الماتش جدا. انجولا يا منعم، انت نفسك قلت جمله عجبتني قوي، قلت يعني قلت بيبين لك الفرق ما بين الاساسي والاحتياطي. جدا. هو انا حتى ساعتها قلت لك هو مش اكيد مش قاصد يبين لك الفرق، بس هو في فرق كبير قوي ما بين السكواد الاساسي وعمق السكواد. كوره ايه 11 لاعب بالظبط. يعني انا مش لاعب لوحده. فبالتالي النهارده انا لو معايا من حراسه المرمى لحد الخط الامامي الكواليتي بتاع اللعيبه، وفي اللمسه الحلوه عايز 5-6 لعيبه بس يا منعم، مثلا 5-6 لعيبه كواليتي عالي زي صلاح ومرموش، يعني صلاح مرموش امام، وحط معاهم 2-3 كمان مثلا في كل خط مثلا. يعني انا والله كل واحد مثلا كواليتي يشيل الخط بتاعه. بالظبط. انا هنا مش هتكلم بقى في انه يا والمفروض ولا، انا بكلمك في حاجه اوريدي على ارض الواقع. لو عندك في قلب الدفاع لعيب زي منعم محمد عبد يقدر المنعم يبني اللعب، هيبقى شكلك مختلف. فرق معانا جدا على فكره. بالظبط. لو حاطط كوينج باك او كوينج، يعني انا حتى قلت لك والكلام ده والله يا جماعه في البودكاست الناس ترجع له، الكلام ده احنا مش بنقوله عشان غلبنا، انا بقول لك ده الكلام ده من مباراه جنوب افريقيا اللي كسبنا فيها وكنا اول المجموعه. بقول لك انت محتاج تعتمد على واحد من الوينج باكس يكون شرس هجوميا، يعني يكون زيزو في الناحيه اليمين وخلي فتوح في الناحيه الشمال، او حط تريزيجيه في الناحيه الشمال وخلي هاني في الناحيه اليمين. عايز تعمل توازن، ما ينفعش الاثنين يبقوا مش هفك الصواميل كلها وادي اقول لك يلا طير. واحد بس يبقى عنده الشراسه او القدره الهجوميه وفرديا عالي في جنب من الجناب عشان تعمل توازن. هيديك دفاعيا 100%، بس هيديك هجوميا جدا. بس هو كابتن حسام معروف عنه القلب الميت. يعني هو دايما بيحب الريسك، سواء في يعني بشوف ان هو يعني في قلبه ميت بجد يعني. فما اعتقدش ابدا ان هو ممكن في الماتش امبارح يبقى شايف ده ممكن يحصل، او يبقى عارف ان الادوات دي ممكن تديله ده ويتاخر. فما اعرفش، بحس ان هو عارف، هو عايش مع اللعيبه. بس انا شفت امبارح منام برضو يعني عشان اكون منطقي معاك، الجون دخل في الدقيقه كام؟ حاجه 70 الدقيقه 80 بالظبط، 79 وكسور يعني الدقيقه 80. انت بتتكلم ان 10 دقايق والشوط الاولاني والشوط الثاني يخلص او الماتش يخلص عشان تبدا تخش في الاكسترا تايم. انا توقعت او تصوري من اللي شفته في الجيم، لان انت في الشوط الاول بانت كل المؤشرات، فكان لازم تحصل تغيير في الشوط الثاني لو انت عايز تعمل التغيير. انما هو كابتن حسام لقى نفسه ناجح 100% في انه يحد من خطوط السنغال، فقال لك انا هكمل اوصل ضربه جزاء. الله يبارك لك. في حين بقى يا اخي سبحان الله يطلع اعلاميين ونقاد ومحللين وجمهور على السوشيال ميديا وغيره يقول لك طالما هي ماشيه كده خليها ما تلعبش فيها. طب هو ما لعبش فيها وسابها ايه؟ زعلته عشان غلبنا. والله لو كنا كسبنا امبارح ولا كانت الصوره بتاعت الاستحواذ دي كانت نزلت، ولا المقارنه البايخه التقليديه بتاعت صلاح وماني، ولا كل الكلام الفاضي ده كنا هنشوفه. طب انا هسالك سؤال، النتيجه ايه؟ منتخب السنغال امبارح مش كان مستحوذ طول ال 90 دقيقه؟ الماتش بتاعه يعني الكوره بتاعته وصل عندنا كام مره؟ دي حقيقه فعلا. منتخب السنغال ما عملش حاجه، ما عملش حاجه خالص. هو حتى الجول مش جمله، ما فيش جمله هي الكوره زي ما كابتن حسام حسن قال لك خبطت في رجل اللعيبه، راحت لساديو ماني خطفها، قال لك بس الشناوي تعالى نطلع الشناوي ليه. وفي ناس كتير امبارح للاسف وائل الجمعه برضه طلع الشناوي، يعني برضه تقطيع في الراجل اللي هو كان معانا الحضري كان بيشيل. طب ما يعني الحضري يعني عمل ابطال. هو اصلا انا في حاجه برضه بستغربها قوي، هو فتره 2006 2008 2010 ليه الناس واخداها القاعده؟ بالمناسبه هي دي كانت طفره جدا ومش مقصوده.
خالص يعني مش تخطيط برضه يعني كالعاده. والله مفيش فيهاش تخطيط بربع جنيه. انت قبل 2006 ده ببركه ربنا. والله. الجيلين بتاع كابتن شوقي غريب على جيل كابتن حسن شحاته على كام لعيب كانوا مميزين بعدها، كان كواليتي عندك عالي جدا. بس فاحنا لازم يا جماعه والله ندرك انه القصه 2006 و2008 2010 ما ينفعش تبقى هي دي الميزان اللي بقيس عليه كل الاجيال. يا جماعه بجد لازم نبقى عندنا منطق، مش لازم مش اتغلبنا فيلا بقى عصبيه وانفعال ونهد المعبد. انا شايف بقى يا منام ان احنا محتاجين نبني على المرحله اللي احنا وصلنا لها. بالظبط كده. احنا فعلا الفتره الجايه هتبقى احلال وتجديد، ده كده لان انت مضطر بعد كاس العالم. صلاح خلاص، تريزيجيه خلاص، حمدي فتحي، اللعيبه دي كلها هيبداوا بقى خلاص مش هيبقى عندهم القدره البدنيه انهم يكملوا. انا بشوف ان احنا عندنا لعيبه كتيره جدا في اوروبا صغيرين في السن، احنا محتاجين ان احنا نجيب الناس دي يا سيدي زي فترات المعايشه. جربهم يا كابتن حسام، جربهم. على الاقل اللعيبه دي متاسسه كوره صح. سعاده الباشا فكره الاستلام والتسلم بالظبط. يعني انا امبارح في كوره تحت ضغط، وازاي تبقى يعني في كوره امبارح برضه مش عايز احط الضغط على الناس والله، بس الكوره بتاعت زيزو مثلا بتاع الشوط بعد ما نزل اللي عملها له هاني بالارضيه دي، الاستلام بتاعت زيزو دي يعني الكواليتي فعلا بقى اللي احنا بنقول عليه بقى. لو الكواليتي فعلا بقى اللي هو المعايير الاوروبيه بقى، لا كان الاستلامه تحت رجلك قريبه منك فتعرف تكنترول يا باشا. كان استلامها تحت رجله وخدها على طول في البعيده في خلاص الجون. انا اتمنى ان الفتره الجايه ده لو في نيه للاصلاح، والله بجد والله ان انا ممكن اكتب عليك دلوقتي وما كملش باللي انت بتقوله. نيه اصلاح يا ريس. نيه اصلاح يا ريس. طب ما عشان كده بقول لك بحس ان ربنا سبحانه وتعالى برضه يعني عدل. هو انا والله انا بقول لك انا يعني انا مش هقول لك بقى اصلاح ونقعد نعمل ملاعب ونعمل وناسس. يا باشا هات لك الناس اللي بتلعب في اوروبا الصغيرين اديهم فرصه مع المنتخب. ماشي، ده بالنسبه ده حل وقتي. لا ده مش حل وقتي ولا حاجه. هو حل. اقول لك على حاجه، وليد الرجراجي خرج ليه في بطوله افريقيا اللي فاتت من جنوب افريقيا او كان شكل منتخب المغرب مش حلو ليه؟ عشان ببساطه شديده هو نفسه قال انا كنت واخد 27 لعيب منهم شباب كتير قوي، والشباب الكتير قوي دول فين دلوقتي؟ في نهائي البطوله. صح، نهائي البطوله اللي بعدها على طول. عشان هم عندهم تخطيط. التخطيط ده يا معلم مش النهارده هنكسب يعني هنكسب، لا النهارده انا هخش بطوله الامم حتى لو هطلع حصلت المجموعه، بس اللعيبه دي يخشوا في الاجواء عشان البطوله الجايه هي هدفي. ده اللي احنا محتاجين نعمله. فالجمهور محتاج يهدى، يفك بقى شويه من جو 2006 و2008 و2010 والجيل التاريخي ده، عشان الجيل ده طفره ومش هيتكرر نهائي. والله اجيب الصدفه، والله العظيم هجيب بالصدفه. وقبلها اخر بطوله كنا واخدينها كانت 98 واول بطوله خدناها 2006، يعني برضو قعدنا فتره ما بناخدش بطولات. فده الطبيعي بتاعنا يا جماعه. فايه بجد بالله عليكم بقى كفايه بقى عشان هتبقوا انتوا المنتخب هيبقى كتير. مبسوطين برضو بالرجاله ادوا اللي عليهم. كابتن حسام لازم يستمر، لازم ضروري يستمر. ضروري هو كمان شخصيا بقى يقعد بقى مع نفسه ويشوف السلبيات اللي كانت في الفتره دي، يحاول يشتغل عليها. كاس العالم ان شاء الله المرحله اللي جايه محتاجين نشوف منتخب مصر في كاس العالم بشكل مختلف.